قبل أن نبدأ القصة، صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واكتبوا لي في التعليقات من أي بلد تسمعونني، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القصص الواقعية المؤثرة. في قرية صغيرة يغمرها الغبار وتحاصرها القسوة من كل جانب، عاشت امرأة تدعى نوال، تبدو جميلة الملامح، لكن قلبها كان صلبا كالحجر. تزوجت من رجل طيب يدعى سالم، غير أنها لم تحبه يوما، بل رأت فيه مجرد وسيلة لتهرب من فقرها وأحلامها المكسورة. وبعد عام من الزواج أنجبت طفلة صغيرة بدت كأنها نور أرسل إلى بيت مظلم. أما نوال فلم ترى في تلك الطفلة إلا عبئا جديدا يقيدها أكثر. وذات يوم تعرفت نوال على رجل ثري جاء إلى القرية ليشتري أرضا، فبهرها بماله ولباسه الفاخر وكلماته المخدرة. بدأ الشيطان يهمس في أذنها: أيعقل أن تبقي سجينة الفقر وأمامك طريق للحياة المريحة؟ وفي ليلة باردة بينما كانت الطفلة نائمة على صدر أبيها، جلست نوال تفكر في عرض شيطاني. ذاك الرجل الثري وعدها بأن يخرجها من القرية، لكن بشرط واحد: أن تتخلى عن ابنتها وتطلق زوجها. جفت الدموع في عينيها وغاب الإيمان عن قلبها، فاتخذت القرار الذي سيلاحقها لسنوات طويلة. قررت أن تبيع ابنتها مقابل حياة جديدة تظنها الجنة. خرج الصبح على القرية هادئا كما يخرج على كل يوم، لكن قلب نوال كان يغلي بنار خفية لا تطفئها الدموع. نظرت إلى طفلتها الصغيرة وهي تنام في مهد خشبي بسيط، وجسدها يرتعش من برد الفجر، فاقتربت منها، مدت يدها لتغطيها، لكنها توقفت في منتصف الحركة وكأن قلبها يهتف: لا تفعلي، إنها ليست سبيلا لحريتك. تراجعت وجلست قرب النافذة تراقب الشمس وهي تتسلل بخيوطها الذهبية بين جدران الطين. كان صوت ديك يكسر سكون الفجر، ومع كل صد كان عقلها يزداد اضطرابا. وفي تلك اللحظات سمعت خطوات سالم زوجها وهو يتهيأ للذهاب إلى عمله في الحقول. اقترب منها بلطف وقال بصوت دافئ: نوال، أتعلمين؟ حين أنظر إلى ابنتنا أشعر أن الله بارك حياتنا بها. لم تجبه، بل خفضت نظرها كي لا يرى ما في عينيها من اضطراب وذنب. غادر سالم البيت وهو يحمل في صدره الرضا، بينما كانت نوال تخطط لخيانة لم تخطر له على بال. في المساء خرجت نوال إلى الطريق الترابي الممتد نحو أطراف القرية، وهناك كان ينتظرها الرجل الثري بسيارته الباهظة التي لم ير مثلها أحد من أهل القرية من قبل. نظر إليها بابتسامة باردة وقال: أحسنت يا نوال، غدا نغادر القرية وسأجعلك سيدة في بيت لا يعرف الفقر. ترددت لحظة ثم سألته بصوت مرتجف: وابنتي؟ ماذا سأقول للناس؟ اقترب منها وقال بصوت متقطع بين المكر والوعود: اتركيها لزوجك، أو قولي إنها ماتت لا يهم. حين تصلين إلى المدينة ستنسين كل شيء. نظرت إليه طويلا كأنها تحاول أن تقنع قلبها بأنها تفعل الصواب، لكن وجه طفلتها كان يطفو في ذاكرتها كالنور وسط الظلام. عادت إلى البيت بخطوات مترددة، فوجدت الطفلة تبكي وصوتها الضعيف يشق قلب الليل. اقتربت منها وحملتها بين ذراعيها، لكنها لم تشعر بدفء الأمومة، بل بشيء غريب يغلفها كالضباب. وفي فجر اليوم التالي رحلت نوال، تركت الطفلة في المهد وخرجت دون أن تلتفت وراءها. كان سالم حين استيقظ لم يجدها.
بحث عنها في الطرقات، سأل الجيران، حتى أدرك أنها رحلت بلا عودة. ضم ابنته إلى صدره وهو يبكي ويقول: سامحك الله يا نوال، إن كنت نسيتنا فالله لن ينسى هذه البريئة. في المدينة بدأت نوال حياتها الجديدة. بيت واسع، ملبس فاخر، طعام كثير، لكن قلبها كان خاويا. كانت كلما أغلقت عينيها ترى وجه طفلتها الصغير وهي تبكي. في البداية حاولت أن تسكت ضميرها بضحكات المظاهر، ولكن بعد أشهر قليلة بدأ العقاب الهادئ من الله. لم ترتح ليلة واحدة ولم يغمض لها جفن إلا وصرخة الطفلة في أذنها تقول: أمي، لم تركتني؟ مرت الأيام على نوال في المدينة كأنها رياح عابرة تمسح الوجوه، ولكنها لا تطفئ نار القلوب. كانت تسكن قصرا يلمع من الخارج كالجنة، لكنه من الداخل بارد كالمقبرة. تحيط بها الخادمات، وتلبس أبهى الثياب، وتأكل أطيب الطعام، غير أنها لم تذق طعم الراحة يوما. كل ليلة حين تنام على سرير مغطى بالحرير تسمع صوت طفلتها في أذنها رقيقا باكيا: أمي، أين أنت؟ لقد بردت من دونك. تفتح عينيها فزعة ولا تجد إلا الظلام، فتنهض وتبكي وتخفي وجهها بين كفيها. تحاول أن تسكت صوت الضمير بضحكة مصطنعة أمام الناس، أو بزيارة الأسواق وشراء الحلي والعطور، ولكن لا فائدة. فكل مرآة تنظر فيها تعيد إليها صورة الطفلة البريئة. ومع مرور الأشهر تغير حالها. بدأ الرجل الثري يمل منها، فقد نال منها ما أراد، وأصبح ينظر إليها نظرة احتقار خفية. وفي يوم مشؤوم عاد إلى البيت غاضبا وقال لها بصوت جف: كنت جميلة يوم رأيتك أول مرة، أما الآن فأنت مجرد ظل لامرأة لا روح فيها. تجمدت ملامح نوال وشعرت أن الأرض تهتز تحت قدميها. تذكرت القرية والزوج الذي خانته والطفلة التي تركتها. أرادت أن تصرخ، أن تركض، لكن الكبرياء كبل لسانها. بعد أيام قليلة غادرها الرجل بلا وداع، تاركا لها بيتا خاليا وجسدا تعبا ونفسا منهارة. تسللت إلى غرفتها، جلست أمام المرآة، فرأت وجها شاحبا لا يشبهها. مدت يدها إلى قلبها وقالت بصوت متهدج: يا رب، لقد بعت ابنتي من أجل هذه الحياة، فأين الحياة الآن؟ لقد أخطأت كثيرا. وفي تلك الليلة لم يغمض لها جفن، وكأن الله قد كتب عليها أن تعيش عذابها في صحوها ومنامها. كانت كل نسمة هواء تمر على وجهها تذكيرا بأن هناك طفلة ربما تبكي وربما تموت من الجوع أو من الفقد، بينما هي تغرق في الذنوب والفراغ. بدأت تمرض دون سبب ظاهر، يذبل وجهها يوما بعد يوم، وتضعف قدماها عن المشي، حتى أصبحت تجلس في زاوية من البيت لا تفارقها إلا إلى الطبيب. لكن الأطباء لم يجدوا علة في جسدها، لأن المرض كان في روحها. وذات ليلة من ليالي البرد القاسي رأت في المنام طفلتها تقف أمامها بثوب أبيض، تقول بصوت خافت: أمي، لقد غفرت لك، لكن الله لا يغفر الظلم حتى يغفر لصاحبه. استيقظت نوال وهي ترتجف ودموعها تسيل على خديها، فعلمت أن ما ينتظرها أعظم من كل ما مضى. فالعقوبة الحقيقية لم تبدأ بعد. في القرية البعيدة، حيث ما تزال الطيور تغني فوق الأسطح الطينية، نشأت الطفلة مريم، التي لم تعد تذكر ملامح أمها ولا تعرف عن وجودها شيئا. ربتها يدان خشنتان: يدا أبيها سالم الذي حمل عنها وجع الدنيا كله، وجعل من نفسه أما وأبا في آن واحد.
كان يطعمها من جوع ويسقيها من عرق جبينه ويبتسم رغم الدموع التي تسكن عينيه. كلما نظرت إليه رأت فيه الدفء والحنان، لكنها كانت تشعر أن شيئا ناقص في حياتها، شيئا لا تدرك ما هو. وحين كانت تسأله: يا أبي، أين أمي؟ كان وجهه يتحجر وصوتها يختنق وهو يجيبها بكلمة واحدة: سافرت يا ابنتي، سافرت بعيدا. فتصغي إلى الكلمة وتبتلعها كالحجر، ثم تعود إلى لعبتها تحاول أن تضحك كالأطفال، لكن الدمع في قلبها كان أسبق من البسمة. مرت الأيام وكبرت مريم وكبر معها الصمت. كانت تحب المدرسة، تتفوق في الدراسة وتثير إعجاب المعلمات بخلقها وذكائها. لكن كل مرة ترى أمًا ترافق ابنتها إلى المدرسة كان شيء في داخلها ينهار. كانت تتمنى أن يكون لها تمسك بيدها، تصلح شعرها، تقبلها قبل النوم كما تفعل باقي الأمهات. وذات يوم عادت من المدرسة باكية. سألها والدها: ما بك يا مريم؟ قالت بصوت مرتجف: زميلتي قالت إن أمها تحبها أكثر من الدنيا، وأنا ليس لي أم. ارتجف قلب سالم كأوراق الخريف، وأحس بوخز في صدره كأنه سيف، فاحتضنها بقوة وقال: أمك موجودة في الدعاء يا مريم، لعل الله يعيدها إلينا يوما. لكنه كان يعلم في أعماقه أن نوالا لن تعود أبدا، أو هكذا كان يظن. ومضت السنوات وأصبحت مريم فتاة يافعة، وجهها يشبه أمها، ولكن عينيها لا تشبهان أحدا. كان فيهما نور الصبر وطهر الألم. صار أهل القرية يثنون عليها ويقولون: كأنها ملاك يمشي على الأرض. إلى أن جاء ذاك اليوم الذي سيغير مصيرها ومصير أمها إلى الأبد. في صباح غريب تلقى سالم رسالة من المدينة. كانت الرسالة مرسلة من امرأة تقع باسم لا يعرفه، تطلب منه أن يأتي إلى المدينة لأمر يخص الماضي. لم يعرها اهتماما في البداية، لكن شيئا في داخله كان يقول له: ربما القدر يناديك. وفي تلك الليلة جلس سالم قرب النار يفكر طويلا، ومريم تنظر إليه وتقول: أبي، ما بك؟ وجهك حزين. فابتسم لها وقال: لا شيء يا ابنتي، فقط الماضي لا يموت بسهولة. ولم يكن يعلم أن تلك الرسالة ما هي إلا أول خيط في نسج العدل الإلهي، وأن الله كان يعيد ترتيب اللقاء بين الأم والابنة، لا ليجمعهما حبا، بل يريهما ما فعل الذنب بقلوبهما. كانت الشمس تغيب على أطراف القرية حين قرر سالم أن يسافر إلى المدينة في صباح الغد. ظل الليل كله ساهرا يفكر في تلك الرسالة الغامضة التي حملت توقيع امرأة لا يعرفها، ولكن كل سطر فيها كان ينبض برائحة ماض ظن أنه انتهى. في الفجر أوصى جاره أن يعتني بمريم إلى أن يعود، وودعها وهو يخفي في قلبه خوفا غريبا. قال لها وهو يمسح على شعرها: ادعي لي يا مريم، فالسفر طويل، وربما أعود ومعي خبر يغير حياتنا. ابتسمت وهي لا تدري أن الأقدار تعد لها ما يفوق الخيال. في المدينة كانت نوال قد تغيرت كثيرا. ملامحها ذبلت، وشعرها اختلط بالشيب، وصوتها فقد بريقة. عاشت وحيدة بعد أن تخلى عنها الجميع، تنفق ما تبقى من مالها في الدواء والطعام، وتنتظر شيئا لا تعرفه. كانت تشعر أن الله يمهلها لشيء عظيم، كأن روحها تنادى من بعيد لتحاسب قبل أن تموت. وذات يوم فتحت وهي تتوقع زائرة أو جارة، فإذا برجل واقف أمامها يحمل ملامح الماضي كله.
حدقت فيه طويلا ثم شهقت بصوت مبحوح: سالم، أأنت حقا سالم؟ لم يجبها في البداية. كانت الكلمات تتجمد على لسانه وهو يرى أمامه المرأة التي كانت زوجته، والتي خانته، والتي تركته يحمل الألم وحيدا 20 عاما. كان الشيب في رأسها يروي القصة دون كلام. قال بصوت منخفض لكنه كان كالسيف: جئت لأنك أرسلت رسالة تقولين إن الأمر يخص الماضي. ما الذي تريدينه بعد كل هذا؟ شعر للحظة أنه يرى امرأة غير التي عرفها يوما. لم تعد تلك المتكبرة الجريئة التي كسرت القلوب ببرودها، بل صارت كظل منهك يبحث عن رحمة في قلب الليل. جلسا متقابلين، والصمت بينهما أثقل من الكلمات. قال سالم بصوت خافت: نوال، ما الذي أوصلك إلى هذا الحال؟ كنت تملكين كل شيء، واليوم أراك ضائعة بين الندم والدموع. ارتجفت شفتاها ونظرت إلى الأرض وهي تحاول أن تخفي دموعها، ثم قالت: سالم، أنا التي جنيت على نفسي. ظلمت مريم، ظلمت ابنتي، وكنت أظن أن القسوة قوة، لكنها كانت لعنتي. اقترب منها سالم وقال: كنت أحاول أن أعيدك إلى طريق الله، لكنك اخترت البعد. كل إنسان يمتحن، لكن قليلين هم من يعودون قبل فوات الأوان. وضعت نوال يدها على صدرها وهي تبكي بحرقة. أتدري يا سالم، منذ أن تركتني مريم وأنا لا أنام. وجهها لا يفارقني، صوتها يناديني في المنام: لماذا يا أمي؟ لماذا؟ كنت أظن أن المال والسلطة ستنسياني، لكن الله أعد لي عذابا من نوع آخر. ضمير لا يهدأ، وليل لا ينتهي. قال سالم بحزن: باب التوبة لا يغلق ما دامت الروح في الجسد، اذهبي إليها قبل أن تندمي أكثر. مريم ما زالت طيبة القلب، ستغفر لك إن شعرت بندمك الصادق. لكن نوال هزت رأسها وقالت بصوت مبحوح: فات الأوان يا سالم. حاولت، لكن المرض أكل جسدي. الأطباء قالوا إن قلبي لم يعد يتحمل، وأنا أشعر أن الله سيأخذ أمانته قريبا. لا أريد سوى أن تغفر لي ابنتي. اقترب منها سالم ودموعه تخونه، وقال وهو يمسك بيدها المرتجفة: الله غفور رحيم، وما دامت الدموع نازلة من قلب نادم فلن يضيعك الله. وبينما كانا يتحدثان، شعرت نوال بألم حد في صدرها، وضاق نفسها فجأة. نهض سالم مذعورا، أمسكها وهو يصيح: نوال، نوال، تمالكي نفسك. لكنها ابتسمت ابتسامة باهتة، والدموع تلمع في عينيها، وقالت بصوت متقطع: قل لمريم وأني كنت أحبها بطريقتي الخاطئة. ثم أغمضت عينيها، وسقط رأسها على كتفه، وروحها صعدت بهدوء إلى السماء، كأنها كانت تنتظر تلك اللحظة لتستريح. جلس سالم طويلا بجانبها، لم يعد يسمع سوى صدى أنفاسها الأخيرة، وتذكر كل ما مضى، كيف غلبتها الدنيا، وكيف أخذها الغرور بعيدا عن إنسانيتها. وفي اليوم التالي حضرت مريم الجنازة. لم تكن تبكي بصوت، بل كانت تنظر إلى أمها بدموع ساكنة فيها حنين ووجع وغفران. اقتربت من النعش وقالت بهدوء: كنت قاسية يا أمي، لكنني سامحتك. أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك. ثم رفعت رأسها إلى السماء، وابتسمت ابتسامة هادئة. لقد انتهى الألم، وساد السلام. وفي تلك اللحظة شعر سالم أن الله كتب الخاتمة التي تعلم البشر جميعا أن القسوة تميت القلب، لكن التوبة تحييه،
وأن الندم الحقيقي هو أجمل أبواب الرحمة.